تلحس ما حكي كلام بذيء. قال شرتح، قال شرتح لك العمى حقا انكم حمقى واوباش وتربايه شوارع. قال شرتح. انت رد علي صبري انا تعبت. لا سمير لا تزعج حالك، اسمع جهزوا لي حالكم جماعة المعارضة وجماعة النظام. المنشآت الوطنية اللي عم تعملوها بسوريا، إضافة للجسور والجامعات وجامع يلبوغا والمساجد اللي عم تعملوها في سوريا، والإنجازات الوطنية والسيادية التي نقوم بإنشائها في الجمهورية العربية السورية. سيد غسان عملت زيارة لهذا السجن. سيد حسام لوقا، منصور عزام، تابعوا معي. هاي تتمر المدينة، وهذا طريق الام 20. هذا طريق الام 20. شوفوا شو عم يستناكم. وهذا طريق ال 90، وهذا طريق 32. في هذا الاتجاه ما بعد المناطق الحضرية في عاملين انتم 3 سجون لها دلالة فوق الأرض مموهة، وكلها تحت الأرض وعبارة عن سراديب وأقبية ومهواية بطريقة كذا ومساوية بطريقة فنية. صح يا سيادة اللواء ولا ما أنا غلطان؟ القطاع الأول، سجن القطاع الأول للعسكريين. يا سلام. هذا هلا خلال فترة التسوية اللي بدها تصير بده ينعبى بالعسكريين، وبيسع خير الله. لا تتمر ولا طلط طلايله، ولا تطلع ولا طلط طلايله. اسمعوا، سجن القطاع واحد للعسكريين. هي منطقة جنوب غرب. جنوب، منطقة الجنوب بالوسط سجن القطاع 2 للإسلاميين. أيوة، بالجهاديين والإسلاميين وكذا وهذا إلى آخره. الأخطر سجن القطاع 3 المنفى. هذا المنفى هذا الناس اللي ما بدنا نغيبهم الى ان تاتينا اوامر نطالعهم بيكون لنا صفقات مستقبليه معهم. هلا رفيق لطف هلا رفيق لطف بيقول عم هذا منين جايب الاحداثيات؟ من معلمينكم، من تاج راسكم اللي بتعملوا تحتكم منهم، من عندهم. كذب السجون موجوده ولا جديده على احدث طراز مبنيه تحت الارض كلياتها، تهويه وقصه لا اول ما لا اخر. منفيين اللي بيفوت ما بيطلع، وبتنسيق اقليمي ودولي. هلا بعد التسويات تبع الشمال كله الباصات تلاقيها نازله على تدمر. لك شوفي بتدمر بيمروا على الشام بتروح التغطيه. وين راحوا؟ على تدمر راحوا. يلا الله وكيل. الجمهورية العربية سجلوا البيان. الجمهورية العربية السورية، وزارة الخارجية والمغتربين. خارجية هي شروط مبدئية، لسه في شروط أكثر كمان. يعني هلا في واحد كاتب لي من وين بيجيب اخبارك؟ في خبر قلت لكم يا ما شفتوه على الارض؟ هذا من ايمت حكى الاستاذ سمير؟ ما بتعرف من جبت اخباري؟ من 15/7 من شهرين. تعال اورجيك من بجيب اخباري. تعال اللي عم تسالني من بجيب اخباري. اسمع، من بائع بوظة في شوارع وأزقة دمشق، إلى سائق لدى ضابط يعمل في الاستخبارات، ومنها إلى مقصف الطاحونة الحمراء فقناة للرقص الشعبي. وعندما فاحت رائحته لعمله في مجال الدعارة انتقل إلى الإمارات، فطرد منها إلى مصر ليحط الرحال بعدها في ألمانيا. يتهمه البعض بأنه رويد أمريكا يا حمار، أنه إذا ارتدى التوكسيدو أصبح إعلاميا وقائدا للرأي، فيما يقول عنه آخرون هي قنوات النظام، معلوماتهم من النظام من المعارضة. شوفوا اضحكوا على المعلومات عشان ما يصير من جايب معلوماتي بشهادتكم. أنه انتهازي متسلق يلعب دور الإنسان الواعي والعالم لمجريات الأمور. حكوات الإعلام من سمير. يعرف الحكواتي بحسب المعاجم بأنه شخص امتهن سرد القصص ويجسدها، غالبا ما تكون أحداثها غير واقعية أو من محض الخيال. هنا سنسرد لكم قصة حقيقية لشخصية بنظر البعض حكواتية، حيث تخرج على الناس بصفة الأبطال. ولد سمير متيني ابن 45 عاما في مدينة القامشلي. لا كبرتني يا زلمة، شو 45 سنة؟ ضحى ريشك ما حلي لسه. ولد سمير متيني ابن 45، لا ما حلي لسه ما دخلت بال40. 39 يخرب بيتك.
خلي معلوماتك دقيقة. ولدت بمدينة القامشلي. أنا من مواليد مدينة القامشلي. العم هدول مخابراتكم الحمير شو عم يسووا؟ ما عم يعرفوا يكتبوا تقارير. لك ابني مواليد دمشق، أنا جدي مواليد دمشق وجد جدي مواليد دمشق. اسمعوا. سنسرد لكم قصة حقيقية إيه؟ لشخصية بنظر البعض حكواتية، حيث تخرج طب طالما حكواتي ورويبضة ومالي تأثير، تقرير ومشاهدين ودعم ومونتاج، ما أنا مستاهل تشغل بالك فيه. شافت رويبضة ناس بصفة الأبطال. نعم. ولد سمير متيني ابن 45 عاما في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا، وانتقل بعدها إلى حلب ودمشق التي عاش فيها سنوات عديدة ونشأ فيها، ليعمل كبائع بوظة أولا ثم كسائق لدى أحد ضباط المخابرات. يروي أحد المقربين من متيني أنه عمل لسنوات أيضا في مقصف الطاحونة الحمراء، وعندما فاحت رائحته لعمله في مجال الدعارة انتقل إلى الإمارات وعمل في معرض للسيارات، حيث تم طرده بسبب عمله في مجال الدعارة لينتقل هلا بعدها بيشتغل بالدعارة، شو بده بالسيارات؟ ما بيلحق بين الليل وبين النهار. المهم اكتب شو ما كان. ايه عبي إلى هوا. مصر ليعمل في قناة الغد كمقدم للبرامج السياسية، إلا أنه طرد أيضا بعد اكتشاف قيامه بتزوير شهادته الثانوية والجامعية، فانتقل إلى ألمانيا بعدها بحجة أنه لاجئ سياسي. خالف تعرف الطابور الخامس متيني نموذجا. خلال تواجده في ألمانيا بدأ متيني بتكثيف ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنشائه سلسلة من المنصات على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك. سلسلة منصات. منين التمويل؟ لك دبروها. اسمعوا وضحكوا عشان تسألني أخبارك من وين. هلا بيعطوك التيتا بالأخير. ممتهنا سياسة الضرب على الوتر الحساس ومستحوذا على عقول البسطاء، فتراه مرة ينتقد الأكراد، حيث أنه وبنظر سمير جميعهم عملاء للخارج. أنا بنظري أنتم كلكم عملاء للخارج. أيها الأكراد. مين قال؟ تقرير قناة النظام برغي بينه وبين أهله. يعني بنقول سمير بيقول عن الأكراد جميعهم عملاء للخارج. أنا في شي مرة بحكي عن الأكراد عملاء للخارج؟ حتى عن العرب السوريين ما بحكي عن المعارضة القذرة. ألمانيا بدأ متيني بتكثيف ظهوره على مواقع التواصل الاجتماعي عبر إنشائه سلسلة من المنصات على يوتيوب وتيك توك وفيسبوك، ممتهنا سياسة الضرب على الوتر الحساس ومستحوذا على عقول البسطاء، فتراه مرة ينتقد الأكراد، حيث أنه وبنظر سمير جميعهم عملاء للخارج وخونة، علما أنه كردي. يصنف نفسه بأنه محسوب على المعارضة السورية ما فشلوا. ويهاجمها، يخون الجميع، يستفز، يشتم، وفي نفس الوقت يدعي لا الحياد ما بشتم والله، بس اليوم شتمت. الله يسامحني. ويريد أن يلعب دور الجامع بين الصفوف والمصلح لأحوال السوريين، لكنه لا يقدم الحلول ويوصف المشاكل كما هي بنظر البعض. ولا حلول ولا مبادرات ولا شيء. شكرا كوردو قربان. اسمع. يظهر حاليا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المتابع له يعلم جيدا أنه يهتم بالمشاهدات لتحصيل الأموال من خلال طرحه للمواضيع الحساسة والشائكة. يتهمه البعض بأنه طابور خامس يتسلق إعلاميا ليبدو بمظهر الحياد، ومن هنا وصفوه بالرويبضة، أي التافه الذي لا يملك أي خلفية إنما يحفظ. طب طالما تافه ورويبضة ليش معزمين حالكم بهالتقرير؟ شيئا ما ثم يخرج يردده على الناس. ايه؟ قطيع الميديا. هلا سألتني حضرتك منين بجيب معلوماتك؟ قطيع الميديا. أن يطلق عليه بعض النشطاء لقب صرصور الليل، والسبب مين؟ إياد الشامي. الله يسامحك يا إياد. في ذلك يرجع إلى إنشائه وتوظيفه لعدد من الأشخاص والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. صاروا 15,000 موظف؟ صبري صاروا 15,000 موظف يمكن أكثر. والتي تقوم بالعمل ليلا نهارا على مهاجمة منتقديه والترويج له من خلال التعليقات على الفيديوهات التي يقوم بنشرها. شوفوا كم كمبيوتر شغال. شفتوهم؟ هاي كل ضوء بقى الصورة بعيدة، كل بقى ضوء كمبيوتر قاعد عليها موظف. عدوا على مد عين والنظر. وين فايتين انتم عم تحاربوا دولة اسمها دولة سمير متيني. ايه شو كمان سيدنا؟ وذلك بتوجيه رئيسي منه، وهو ما يشبه عمل القطيع. معلومات أخرى تحدثت عن توجيه غربي استخباراتي. معلومات أخرى تحدثت عن توجيه غربي استخباراتي أوروبي إسرائيلي أمريكي.
اوكي، عرفتوا منين بجيب معلوماتي؟ بشهادتكم، انا ما حكيت. شوفوها، يعني زلمه ما له مصادر ضخمه. شلون الانسان العصامي من بلحيس بوظه الى عامل شوفير مخابرات الى دعاره الى مدعوم من دول العالم، معناته ممكن يصير رئيس كمان بس شوي ثانيه، بس بده يدفع صغيره. بصرصور الليل، والسبب في ذلك يرجع إلى إنشائه وتوظيفه لعدد من الأشخاص والحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تقوم بالعمل ليلا نهارا على مهاجمة منتقديه والترويج له من خلال التعليقات على الفيديوهات التي يقوم بنشرها، وذلك بتوجيه رئيسي منه وهو ما يشبه عمل القطيع. معلومات أخرى تحدثت عن توجيه غربي استخباراتي لعمل متيني، والهدف منه تقليب الرأي العام من خلال كثافة الضخ على مواقع التواصل الاجتماعي. فهل سيبقى متيني مستمرا في عمله أم أنه سيختفي عند انتهاء الدور الموكل إليه؟ لعل قادم الأيام ستجيب على هذا السؤال. سيتم تصفيته من قبل المتطرفين والجحوش اللي موجودين ام اننا سنمنع هذا مثلا في الايام القادمه من مغامرات سندباد؟ انتم هذا اللي بعصكم، انتم هي البدله اللي بعصتكم، بس بصراحه يعني هي مشكلتكم انتم. ستريت جورنال طبعا حذفوا التقرير بعد ما سووه بكم ساعه، صار يضحكوا الناس عليهم لك هذا مو مواليد القامشلي، لك والزلمه علوم سياسيه واعلام وله تاريخ طويل بالاعلام، بيشتغل 20 سنه قبل الثوره، لك وين ضحكتوا الناس عليكم؟ المهم يعني ما مش ورا منه المعارضه والنظام. ايه صبري مسمعني. لا أظن رب العالمين غافل عما يفعل الظالمين، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم ما يرتدوا إليهم طرف وأفئدتهم هواء. بكرة بتشوف شو بصير فيهم، ورح نجتمع قدام الرب الجليل ونوقف كلياتنا وكل واحد ياخذ حقه. والله بعرف في نساء جنوا، في مرة يعني مع صديقة جنت عندها ابنها الوحيد مات بمعتقل 251 هذا تبع 215 هذا تبع الضراب السخن حافظ مخلوق. جنت المرة ابنها وحيد مات. اي والله ما عامل شيء من اليسار السوري كمان، عامر زازا اسمه معروف مرك من الدين. جنت المرة جنت فايت عقل، ما عادت اكتئبت هيك وخلي اولادها مكتئبين اولاد. قالت جوزها بدك يتجوز يا زلمه والله تجوز ولد من 2013 مين. انا ما ضيعتوا حياتها وحياه بناتها وحياه جوزها وحياه اولادها وحياه ابنها. هي وحده من امهات مئات الاف الشهداء، سواء من الطائفه العلويه اللي قتلتوهم بالجيش، هدول اللي قالوا عنهم ماتوا بالطاعون بسجن حافظ مخلوف من دكتور محمد ناصيف من الداخلي. الله لا يوفقكم. في معارك لا ناقة لهم بها وجمل مشان كرسيكم او المدنيين اللي قتلتوهم او المعتقلات. وين بدكم تنفذوا بجريمتكم؟ وراكم زمن طويل، ويا ويلكم ويا ظلام ليلكم. بجنن المقطع. ايمتى سجلتوا لك صبري؟ انا بتشوف شيء ما بيعجبكم. ايمتى سجلتوا المقطع لك صبري؟ الاكاديمي خليك يعني الكلام حلو والله. ايمتى سجلته؟ والله برافو عليك. هاي حلقه امبارح بعتقد، ما عيدوا من اول. والله عجبني هالمقطع. اي والله ما بعرفها انا، والله بدت على احرام. غافل عما يفعل الظالمين، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم ما يرتدوا اليهم طرف وافئدتهم هواء. بكره بتشوف شو بصير فيهم، ورح نجتمع قدام الرب الجليل ونوقف كلياتنا وكل واحد ياخذ حقه. والله بعرف في نساء جنوا. اي والله. في مرة يعني مع صديقة جنت عندها ابنها الوحيد مات بمعتقل 251 هذا تبع 215 تبع هذا تبع الضراب السخن حافظ مخلوف. جنت المرة ابنها وحيد والله. اي والله ما عامل شيء من اليسار السوري كمان، عامر زازا اسمه معروف مرك. الله يرحمك يا الله يرحمك يا ابني، الله يرحمك. ما عادت اكتئبت هيك وخلي اولادها مكتئبين اولاد. قالت جوزها بدك يتجوز يا زلمه. مئات الاف الامهات مثلك. انا ما عمول مئات الاف الامهات مثلها استاذ صبري. اي والله يا استاذ سمير. استاذ سمير امبارح الحلقه كثير كانت قويه وانا سجلتها، بس انا اسف محظور من الفيديوهات. عم بنشر المقطع لاني عم بيجوا اولاد الكلب عم ببلغوا على صفحتي في فيديوهات. صبري انا بنشرهم، بعث لي اياهم اللي عندي انا ببعثهم لسوريا مباشره. استاذ سمير بس في فيديوهات عندي من كتر ما عم بتوجعوا عم بدخلوا لعندي على الصفحه عم ببلغوا عليها. فهمت علي شلون؟ يعني حتى صفحتي هلا مكتوب عليها تحذير الحساب، ممكن يطير حساب. ورجينا بنعمل لك 100 حساب، مو مشكله. مصاري كثير والدعم الاوروبي كبير. عما يفعل الظالمين، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم ما يرتدوا اليهم طرف وافئدتهم هواء. بكره بتشوف شو بصير فيهم. اي والله. ورح نجتمع قدام الرب الجليل ونوقف كلياتنا وكل واحد ياخذ حقه. والله بعرف في نساء جنوا،
في مرة يعني مع صديقة جنة عندها ابنها الوحيد مات بمعتقل 251 هذا تبع 215 تبع 251 هذا تبع الضراب الصخن حافظ مخلوف. جنة المرة ابنها وحيد مات. ما عامل شيء من اليسار السوري كمان عامر زازا اسمه معروف مرة من الاثنين. جنة المرة ما عادت اكتئبت هيك وخلي اولادها مكتئبين اولاد. ورودي عجب بس والدي تجوز انا ما ضيعتوا حياتها وحياه بناتها وحياه جوزها وحياه اولادها وحياه ابنها. هي وحده من امهات مئات الاف الشهداء سواء من الطائفه العلويه اللي قتلتوهم بالجيش بمعارك لا ناقه لهم بها وجمل مشان كرسيكم او المدنيين اللي قتلتوهم او المعتقلات. وين بدكم تنفذوا بجريمتكم؟ وراكم زمن طويل ويا ويلكم ويا ظلام ليلكم. وهي لغه التهديد بلاها ايه؟ ترى بتشوفوا شيء ما بيعجبكم. انا لساتني عم بشتغل معكم بشكل اكاديمي. خلينا اكاديميين، بدنا نعرف وين اولادنا وين الجثث وين الثروات وشلون بعتوا البلد. هذا حق اي صحفي يساله. انا عم حكي لكم منطلق صحفي صح؟ حبايبي شكرا لكم. عرفتوا ليش شتمتكم من شوي يا جماعه المعارضه واحتديت؟ الله يسامحني يا رب اغفر لي سامحني اذا ظلمت حدا. عرفتوا ليش شتمتكم؟ ما خليت عليكم سطر مغطى وطالعتوني عن انسانيتي وعن طوري؟ لانه بناتنا ونسواننا عم يحبلوا بالمعتقلات والشهداء ما حدا عم يجيب سيرتهم. يا اولاد القندره، يا معارضه قذره، الله لا يوفقكم. الله لا يوفقكم شو عملتوا بالشعب السوري. والله لو عرفانين اهل درعا هيك واهل الشام ما كانوا طلعوا ضحوا باولادهم. الله يلعن ابوكم ابو هيك معارضه طورت بعمر النظام. دعموا المنصه الشباب عم يبلغوا بعتوا هدايا يا اخي. انتم كمان شحتوا على كسرتوا ايدكم وشحتوا ابعتوا يا اخي ادعموا. ما بيروح التبليغات غير الدعم المالي يا اخي. يا حول ولا قوه. هلا ابوي ليش عم تعملنا هالمقدمه؟ مشان اعطيكم هذا التيته بقى كلياتها. شو بدكم تعملوا بالاخير؟ ليه ما بدكم تضلوا عم تغامروا بدماء العالم وعم تاذوا حالكم؟ ليش؟ قلبي من جوا موجوع على الشعب السوري. انا والله مو مشانكم عم بحكي كمعارضه وكناس عم تطبل هيك معارضه وهيك نظام. والله ما بشتريكم بقندره عطيه مو بصرماي عطيه بقندره عطيه. اي والله انا زعلان على ابناء الساحل المساكين اللي راحوا اولادهم ضحك عليهم النظام، وعلى الناس اللي بالشام قاعدين وبحمص مغلوب على امرنا ما عم يسافروا ولا ما عم يجوا، وعلى اهلنا اللي بسويدة القبضايات اللي عم يطلعوا بساحات الكرامه، وعلى اهلنا بحوران اللي قدموا اولادهم فلزات اكبادهم شهداء ليعملوا دوله ديمقراطيه ودوله مدنيه. على هدول انا زعلان. انا على هدول زعلان على الشهداء اللي ماتوا بمعتقلات النظام واللي ماتوا بالبراميل وبالكيماوي ونايمين بالمخيمات يا حرام. $200 عم يدفعوا اجره الخيمه على ارض سوريه. زعلان على شهداء قوات سوريا الديمقراطيه اللي وقفوا بوجه التنظيمات الارهابيه وقدروا يسووا شيء. زعلان على الشباب اللي عم يهربوا من عفرين وتهجروا من عفرين نتيجه حقدكم الطائفي والقومي واستسلامكم من قبل تركيا. لك حتى اللي ماتوا من الجيش السوري انا زعلان عليهم لانه هذول راحوا بعثوا النظام بمغامرات ما لهم عرفانين انه في مؤامره قالوا لهم كذا وهذول ماتوا. زعلان عليكم كابناء وطن. اما اللي لساتكم عم تغزوا ماكينه الارهاب وماكينه التطرف وماكينه النظام القذره ما بزعل عليكم قندره ما بشتريكم. انتم لا يمكن بوجودكم يكون في بلد او يكون في وطن. انتم هذا فريق من القتله وفريق من القتله، فريق من القتله مسيطر على النظام وعلى الدوله خاطفه، فريق من القتله مسيطر على المعارضه. هلا المعارضه انتهت. صاروا هلا حديثنا عن هذا الفريق. شكرا حبيبي خالد. مشكلتنا هلا مع النظام. مين بيقدر يجابه هذا النظام؟ شرق الفرات. شرق الفرات بيقدر يجابه هذا النظام. إيه نحن العرب راسنا كبير، شو نقول عن شرق الفرات يا زلمه بعد ما سبيناهم ووقفنا بوشهم؟ اذا ما بتروحوا على شرق الفرات وبتشاركوهم بتكونوا انتم شركاء للاسد باذلال ومقتل وتشريد وتحطيم وتدمير وطوبزت وسحق ما تبقى من سوريا ومن السوريين. انتم كمعارضه بسبب رؤوسكم الكبيره. لك انا مشان مصلحه بلدي مو مستعد اروح على اسرائيل وعلى امريكا وعلى الصين وعلى جنوب افريقيا، لك مستعد روح هاجر على الكواكب الاخرى، اطلع خارج المجموعه الشمسيه كرمال احقن دماء اولاد بلدي ولاقي حل ينصف الناس اللي انظلمت بهالبلد. يا شباب له حكمه بعت لكم. هذا الفيديو كثير مهم. احكي استاذ سمير تفضل. حبيبي انا بحبه هذا الديبي بيعجبني. شكرا يا كينج عفرين الله يرزقك. يا شباب استحلفكم بالله وملائكته في اعلامي بكل الساحه السوريه موجود عم يحكي عن المعتقلين او عن حال السوريين غير هالمنبر هذا. فوتوا تشوفوا كل المتابعين هذل مثل عرب كرد قسد مسد دير الزور قسد دير الزور أردوغان تركيا. في حدا عم يحكي عن حال السوريين واوجاعهم موالين ولا معارضين ولا مظلومين؟ استحلفكم بالله وملائكته. عرفتوا ليش عم يهجموا على سمير متيني؟ عرفتوا ليش عم يهجموا على اخوكم سمير متيني جماعه النظام وجماعه المعارضه وجماعه اردوغان وجماعه الاخوان؟ لانه فاضحهم هذا المنبر
والله لا اريد منكم شيء بسوريا، لا ابيض ولا اسود، كل ما بدي تعيشوا بكرامه وتعيشوا باخاء عربا وكرد وعلويه وسنه ودروز ومسلمين ومسيحيين والى اخره. والله هذا بده اجنده اخوانيه. شكرا يا بابي اري قربانك انا، شكرا. شو الزرافه الحلوه هي؟ عدلهم يا المقطع، خليهم يسمعوا. عدلهم خلي يعرفوا مين هو الاعلامي سيف المتين. اذا عصبت شوي لا تاخذوني شوي، والله يا اخي رحنا شهداء، والله يا عمي العالم متعذبه، والله العالم متألمه بسوريا يا شباب. والله لا يعنيني انه تكون كردي ولا عربي ولا انجليزي ولا هندي ولا صيني، بيعني انك تكون سوري تخاف على البلد وتخلصنا من المجرمين. لكن شو بدي احكي، ابو لهب كاتب لي كثير بيطالبوا بالمعتقلين، انت ما بتسمعهم. اذا ما عم نسمعهم معناتها ما لهم تاثير. انا عم بحكي عن المنابر المؤثره يا ابو لهب. بعدين ابو لهب عم تسال من شوي انه ايه ما بشتغل شيء ببلاش، بدك هدايا. الهدايا مو لإلي حبيبي، الهدايا اللي عم تجي مو لإلي، الهدايا بتلغي التبليغات اللي على المنبر، لانه هي المنصه بتقوم على الدعم المالي، هيك مصممينها، مو مثل الفيسبوك والتيك توك، الفيسبوك واليوتيوب عذرا. فهمت يا ابني؟ بعدين هذا المنبر عنده مسؤوليات كمان، في عائلات كل شهر الله يكل فيه نصيب بينبعث له من الناس الارامل والايتام. انت ما في داعي نحكي لك، انت جاهل وعم تقول الاجهزه الامنيه عم تراقبك. ما بيغبروا على صرمايتي الاجهزه الامنيه، رئيسك نفسه ما بيغبر على قندرتي، هو بيتابع البث وبعرف انا شو عم بحكي. ابو لهب الجحش بروك اسمع حيش السامعين. مازن خلف اخي بن خمس. انا لما طلعت على لبنان وشفت الوضع، طبعا انا ناشط من ايام حمص، وطلعت على لبنان وقلت بدي انا كفي مجالي الميداني، يعني خلص انا زلمه ناشط ميداني، بدي ساعد اهلي، بدي ساعد ناسي. المهم اتعرضت لكل الضغوطات وما ظل حدا يعني بدهم يبعدوني خارج المشهد. حتى كان معي الاستاذ سمير سطوف الله يذكره بالخير، كان معي الاستاذ نعمان حاج بكري ابو عمر الله يذكره بالخير، كنا مجموعه يعني هذيك الاثناء. انا بعرف انه ابو عمر كان له فتره بلبنان. نعم كان معي ابو عمر، كان معي بلبنان. نعم كنا انا وياه سوا. المهم اثنين اللي وقفوا معي يا جماعه، تحفظوا هالاسمين تماما وراح يجي يوم اذكركم فيهم. رقم 1 سمير متيني، رقم 2 الدكتور اياد قدسي يلي كان نائب رئيس الحكومه المؤقته ظل لمده شهرين، رجال نظيف تاريخ يشهد له ولعائلته بالنضال. الزلمه قعد شهرين نائب رئيس حكومه مؤقته وطلع منا قال لي انا لا يمكن اتعامل مع هاي الشله الوسخه الحراميه. هذا من الانسان الشرفاء، تجنب الزلمه والسلام عليكم، وطلع من المشهد كلياته. جزئيه بس تبعيد حمله، انت ذكرت في حمله على الاستاذ سمير من زمان في حمله على الاستاذ سمير، هاي جايك الحديث صار بعدها. احكي لنا يا بلسانك، بتمنى اسمع منك، تفضل. هاي الحمله كانت بسنه 2015. حمله شو؟ كان حمله ضد الاستاذ سمير، انه هو انفصالي، عم يدعو للانفصال عن سوريا، يدعم الاكراد، ومن الحكي هذا اللي كلنا بنعرفه هذيك الاثناء. مين من وجهه نظرك كان قائد هاي الحمله او مين شارك؟ انا ما كنت انا كنت في لبنان يا كمال، انا ما كنت داخل المشهد السياسي مين اللي كان، بس ولكن كان الاعلام مطبل مزمر هذا الكلام، كلياتنا بنعرف هذيك الفتره، كلياتنا بنعرف 2015 كيف كانت شده، يعني كانت الحمله ضد سمير متيني في اشده، في القمه تبعها كانت الحمله ضده، والرجل كان عم يساعد من تم ساكت. سمير متيني ما طلع شهر، انا الصفحات حتى على صفحتي وعلى صفحته موجوده لغايه دلوقتي من سنه 2015 وراح ابعث لك اياهم. بالفتره انا يوميتها وقفت وقلت وطلعت لافتات، قلت لهم يا ريت عنا 10 مثل سمير متيني، طلعت لافتات مسكوها بالشوارع، تحيه الى صوت الحق سمير متيني. تمام؟ ما ضلت جهه مخابرات ما لحقتني في لبنان، ما ضل حدا ما بلغ عني بدهم يشحطوني يسلموني للنظام السوري. انت كيف تتعامل مع واحد انفصالي؟ انت كيف تتعامل مع واحد قنديل؟ لك يا عمي هذا زلمه عم يدور على وحده السوريين، لك هذا زلمه عم يساعد ناس ما لهم اكراد اللي بشمال لبنان، هدول حماصنا سوريين عم يساعدون الزلمه، ما عم يساعد اكراد. هذا هو انفصال ما بيساعد. ممكن تحكي لنا، خلصنا استاذ مازن، خلصنا من جزئيه الحمله على الاستاذ سمير متيني، وفي عندنا وثائق قدم الاستاذ صلاح الكردي من يومين 3، ما بعرف اذا في علاقه بينك وبينه. الجزئيه الثانيه تبع انت ذكرت انه ساعد عوائل، كيف طريقه المساعده اللي قام فيها سمير متيني؟ سمير متيني ما كان يدعم بشكل شخصي، الشهاده لله، بس ولكن في ناس، اي ناس حابه تساعد كان يوجههم للغوطه. كان في اثناء للغوطه الشرقيه كان في حصار،
كان في حملات، كان عم يوجه لنا ناس تساعد اي حدا يتصل بسمير بتاني، يا سمير بتاني بدي ساعد، يقول له روح لعند مازن او روح على الغوطه الشرقيه. يساعد، وصل مساعدات عن طريقه توصل للغوطه الشرقيه وللبنان، لشمال لبنان. بظل سمير متين بدعم ذكرت سمير عدد، متين. انت من شوي ذكرت عدد، ممكن ترجع تعيده. عم تحكي عن لبنان على مدار 3 سنوات، اكثر من 6-7 آلاف عائله. الرقم هذا كبير اخي مازن. كبير طبعا، كبير. يعني كبير. دولة وأنا صار عم منظمة بقول ما لك فيها بتساعد 6-7 آلاف عائلة، انت عارفان شو عم تحكي؟ انا عم حكيك على مدى 3 سنين استاذ كمال، 3 سنين هذا الكلام، مو سنه ابو لهب وست. ولك خليك عم تفرج. هذا 2015 و2016 و2017 وعلى يدي هذا الكلام. وكنت مول مدارس يا سيدي، مخيمات، كنت افتح مدارس مخيمات وعلم الاطفال انا بالمخيمات. عم تسمع يا حمار؟ مدارس وناس معاقين وامراض ومصابين. سمير الثاني. ف يا جحش 3 سنين هذا الكلام. ابو لهب الجحش، ابو لهب الجحش، هي مساعدات للاطفال، حليب اطفال، حليب اطفال وادويه للناس، الاطفال. وفي عندي تقارير كانوا يطلعوا يتعالجوا بمناطق النظام يرجعوا يدفعوا مصاري لحواجزكم. ومدارس الناس اللاجئين، هذا اعتراف انه عم يمول المسلحين. لك صار ما يا حمار، انت شو بفهمك؟ شو بدك تفهم؟ شو بدك تفهم يا جحش انه احنا ضد الثوره المسلحه وضد الدوله تستخدم السلاح من اول يوم؟ انت اسمك ابو لهب، واحد اسمه ابو لهب، شو بدك تفهم؟ حاطط صوره رفيق اسماعيل، لك انت كر. شايف محكمتك هي تبع امن الدوله عم تقول عليها؟ لك صرمايه هي ما بتسوى. لك يا ابني انت رئيسك مطلوب لهاي، انت وين عم تحكي؟ شو عم تحكي انت يا ابني؟ شغلتكم مصاب حماسي انتو، غطستين 3 خالصين. لو كنت رجال ليش فايت باسم ابو لهب؟ فوت باسمك وبصورتك، مو عند الرئيس انت ومالك خايف؟ مو خايف من التسفير من اوروبا؟ فوت باسمك ورجينا مراجلك. شل الصراصير زبلعجيه. دعموا المنصه شباب، دفعوا لهم 6-7 آلاف عائلة، انت عارفان شو عم تحكي؟ انا عم حكيك على مدى 3 سنين استاذ كمال، 3 سنين هذا الكلام ضل، مو سنه وسنتين. عائله. عامل لك عائله يا حمار يا ابو لهب. 2015 و2016 و2017 وعلى يدي هذا الكلام. وكنت مول مدارس يا سيدي، مخيمات، كنت افتح مدارس مخيمات وعلم الاطفال انا بالمخيمات. وهذا كله بظل تحت دعم سمير الثاني. فهسه عم بزود على سمير الثاني، بكفي بقى، بكفي. ضلوا وراي لحتى طفشوني يا رجل، طفشوني. طفشت انا، طفشت من لبنان، ضبيت عيلتي وطفشت. والسلام عليكم. و6 سنين انا لهلا خارج المشهد كله باكمله، باكمله. الحمد لله، الحمد لله. بعتلكم اللي له حكمه، بعتلكم اللي بيكسر راسكم، بعتلكم اللي بيشلحكم، اللي ما فيكم تقولوا عليه لا طائفي ولا محرض ولا عم يدعو على القتل ولا عم يدعو للعنف ولا عم يدعو للتخريب. انا انسان مع الثوره السلميه ومع حق الدفاع عن النفس. الله بعث لكم شرق الفرات وبعث لكم السويداء، الله من عند الله حرك هذا شغل رب العالمين، لتعرفوا انه ما لكم نهايه ولن تستطيعوا. وعلى فكره انا اقول لي الهام احمد واللي مظلوم عبدي، حتى لو كان همكم ولا ما همكم الموضوع، برقابكم هذا الموضوع، مسؤوليه المظلومين اللي ماتوا ما حدا يدافع عنهم غيركم. بعد ان تخاذلت المعارضه القذره والنظام القذر والمجتمع الاقليمي والدولي القذر على اعطاء نظام فرصه بالبقاء الى اجل مسمى. انتم هلا برسمكم يا قوات سوريا الديمقراطيه، يا عشائرنا العربيه، الشرفاء النشامه المتحالفين مع قسد، يا اهلنا بسويدا، هذا على عاتقكم دم هدول الاولاد اللي ماتوا ظلما وغدرا وقهرا. حتى ابناء الجيش اللي ماتوا ظلما زجروا النظام بمعارك، كمان هدول نحن بدنا نجيب لهم حقوقهم، ولاد بلدنا هن بالنهايه، بدنا نسال. وهي العقود اللي عملتوها مع ايران بتبلوها وتشربوا ميتها، نحن كشعب سوري ما بنعترف فيها. وشرق الفرات اذا عمل اي تفاهم مع الدوله السوريه رح يحمل 3/4 الديون هو، وهذا خطا تاريخي. اياكم يا شرق الفرات انتبهوا، الله يقويكم وينصركم والى الامام، ونحن معكم اعلاميا وسياسيا ومدنيا وشعبيا وشو بدكم نحن ندعمكم طالما انتم خطكم وطني. وبالنسبه للقضيه الكرديه نحن اول المدافعين عن هي القضيه. بيزعلوا الصداميين، بيزعلوا الاخوان، بيبيضوا علينا، يا اخي كنا سوريين بتخرجوا بتسدوا حالكم. صرتوا مناطقيين وصرتوا طائفيين وصرتوا مذهبيا وصرتوا قوميا ونحستوا قوميا وطائفيا وخربتوا سوريا ونزعتوا العقد الاجتماعي كله، دمرتوه نظاما ومعارضه. لما الكردي بيقول انا كردي ولا حق، بدك تحط ايدك على راسك تقول له حاضر، مثل ما انت بتدافع عن عروبتك وبدافع عن كرديته وحق. هي سوريا البلد لك ولإله، ما قدروا تتعايشوا مع بعض بدها تتقسم سوريا. اعمل اللي بدك. لما بتنحاز للظلم وبتنحاز للكذب
وبتنحاز للطائفيه وللعنصريه وللعشائريه وللبعثيه وللاخوانيه، سوريا بتتقسم. وعلى فكره في اجتماع بكره ان شاء الله، ادعونا صبري، اجتماع. اليوم بعطيكم الخبر. الله يقويك يا عمري، الله شو يقويك. الكرات؟ شو هن الكرات؟ ما انفصاليين. انا بتذكر على ايامي لما كان يجي عيد النيروز كان ينتشر كل الجيش، لانه بس اخذوا حس الكرات، يعني بس شموا ريحه انه فيهم يطبوه كانوا يرفعوا اعلامه. الله يقويهم، الله يقويك يا حافظ الاسد، الله يرحمه. ما كنت حاضره انا يصير عيد النيروز يعملوا شغلات. الله، وكانوا لك طول عمرهم بدهم يعملوا دوله، طول عمرهم بدهم يقبوا راسهم، ما قدروا. كان حافظ الاسد يذلهم، هلا كان عاطي امر بالقتل حافظ الاسد. لما حدا كردي يقب راسه كرمال يرفعوا اعلامهم. انا شفتهم بعيوني للكراد، بس يسحل لهم فرصه بسيطه بدهم يعملوا يعني مثل انقلاب، مدري شو بسموه، ويرفعوا اعلامهم. اجى امر من حافظ الاسد بتقتلوا اي انسان بتشوفوه لانه هن كان بس يجي عندنا الروس كانوا يخافوا يعني من المشاكل. هن الكراد يخافوا، يعرفوا بده يصير مشاكل. ولا هدول الكراد على فكره انا ما بحب احكي عليهم، ما بحب احكي عليهم الكراد، مو لاني بحبهم، لا والله، بس لاني ما كثير بشيلهم من ارضهم، ما بعبرهم، ما بحسهم ما موجودين يعني ما لهم اهميه تنحكي فيهم. شيلوا 10% منهم والباقي كله زباله. مكيفين على الضربات، مكيفين، خلوا بسمونا وبيرفعوا اعلام ما غيرها مشان ما ينحذف الفيديو انه الضربات مكيفين. قولي اسرائيل ليش عم تخجلي؟ ليكي انا ما بينحذف الفيديو تبعي. اسرائيل انتوا ولكم الشرامط، شو انتوا قمه الارهاب، انتوا مرتزقه، انتوا عبيد. مكيفين على الضربات، مكيفين. اسمعوا انتم الكرات شو انتم بنظر النظام وابواقه. لانا جعفر المحترمه، قولي يا طاهره. خلوا بسمونا وبيرفعوا اعلام ما غيرها مشان ما ينحذف الفيديو انه الضربات مكيفين، وبيعتبرون لهدوك ميليشيات. وانتوا ولكم الشرامط، شو انتوا قمه الارهاب، انتوا مرتزقه، انتوا عبيد. هاي حبيباتي، كيفكم؟ ايه شو بدي اخبركم، جايبت لكم اليوم حدا نضحك عليه شوي. نحن ما بدنا نضحك، نحن بدنا نتمسخر عليه، نمسح بكرامته الارض. هلا هو ممسح بكرامته الارض هيك ديجا، يعني ممسح بكرامته الارض، بس نحن بنزيد زياده مضاعفه. سوري، لا لاني تعبانه مريضه، عندي سعلة قويه. المهم في سوي التهابات. قال هن عاملين، هن بيعملوا حالهم اعلاميين، هن السادس ما معهم. بعرف السيستم انا كله، السادس ما معهم، عاملين حالهم اعلاميين، بس هن مو هن المي البارده، انت نيتك عاطله. ما عندهم شغله ولا عامله غير بيقعدوا على اضرب شو ازعر. فاضيين، شحادين يا عمي، شحادين بيقعدوا على اللايفات. شفتوا هالشحادين كيف بضلوا يشحدوا على التيك توك؟ وهن نفس الشيء. اذا راسهم الكبير شحات، اذا معلمهم الكبير شحات، ما بالكم هن يعني فاضحيننا على التيك توك وما هي. بس نحن ما خصنا للامانه، نحن ما خصنا المؤيدين، نحن ما خصنا، نحن ناس كلاس. انتم ناس كلاس، ونحن اسياد العالم. يعني اسياد العالم كيف يعني؟ انتبهوا لي لهالجزئيه، واخد بالك حضرتك من الجزئيه دي؟ الموالين نحن كلاس واكابر. شوفوا الكلاس والاكابر شو بتحكي هلا. بتروح الكلاس بين الرجلين، بتروح هذا من المي البارده بتساوي التهابات كثير بالماء، بتضايق. الواحد فاتحة تمه بيتضايق. عليك العافيه ستنا. تمغمضي تبقي بمي وملح دائما بعد شو اسمه، بعد المشروب. كيف بضلوا يشحدوا على التيك توك؟ وهن نفس الشيء. اذا راسهم الكبير شحات، حاك يا عكروت، اذا معلمهم الكبير شحات، ما بالكم هن يعني فاضحيننا على التيك توك وما هي. بس نحن ما خصنا للامانه، نحن ما خصنا المؤيدين، نحن ما خصنا، نحن ناس كلاس واكابر، ونحن اسياد العالم. يعني اسياد العالم كيف يعني؟ يعني نحن اسياد سوريا المؤيدين،
نحن ما بنشبهون، هن قرباتنا ورتتر جاي من ورا البقر، يعني حشرات صراصير. نحن ولا يمكن حدا يشبهنا لهم، نحن ارقى بكثير، نحن رافعين المستوى. هن بيحاولوا يتوصلوا فينا ليكبروا شوي، بس نحن بنقرف منهم. يعني نحن، يعني انا بصراحه يعني انا خجلانه اني عم برد عليه، للامانه خجلانه، لانه المستوى هابط. يعني وين انا وين هن؟ عم تفهموا علي؟ يعني وين انا؟ يعني عيب، يعني شكلي ما بيشبهون، شكلي انا كبنت، يعني لما بمشي بالشارع ما بيشبهون. يعني وين انا شتان، وين في فرق كبير بيناتنا. نحن ما يعني عم اقول لكم ما بدنا نرد عليه، نحن بدنا نمسح بكرامته مو الارض كلاس هاي انت. الزبال الكلب. طبعا هو حشرة بيكون عايش بقنجاج، ما معه ياكل، ما معه يشرب. عرفت؟ تعال هون لاخ الشرموطك، شبك كل شوي بتقول انا من القرداحة. مو اتفقنا نكون كلاس يا لا؟ لا مو اتفقنا نكون كلاس؟ شو هي اخو الشر؟ لك عيب الكلام. انت بتمثل القرداحه، بتمثل اللاصقيه، شو الكلام هذا؟ رفعت شو؟ رفعه شو ما تقول هاي البنت؟ قلت ما شفتك رديت عليها، بس شاطر السب سمير متيني ونضال معلوف وايمن عبد النور. قلت منك ما تسمحي شو ما تقول هي رب كان ودين كان. هي اللي ما تقول. رفعت ما شفتك عامل منشور انه هذه الساقطه او هذه القليله ما بتمثل القرداحه، ما بتمثل غير نفسك، يا قليله الحياه اساتي للطائفه العلويه. رفعه يعني قرد معقول ما تعمل منشور عن هي المخلوقه؟ والله اساءت لك اكثر ما قالت من شوي انه الرئيس كان عاطي اوامر بقتل الاكراد، يعني رئيسك ارهابي كان عم يعمل مجازر عرقيه. وهلق ما تقول نحن ربكن واسيادكن. معقول ما بتستاهل منك منشور سيد رفعت هاي المخلوقه؟ والله عيب عليك، بعرفك انت زلمه منطقي وحيادي. لا استاذ سمير، عمل بس واحد سمعوا الكلاس دقيقه صبري بس. كلاس اسمعوا الكلاس بقى شو بتصير هلا. هذا عاج اسمع هي كلاسها، حشرة بيكون عايش هي الكلاس تبعهم، فما بالكم بالشوارعيه. بقنجاج، ما معه ياكل، ما معه وما يدفع على يشرب. الجلي. عرفت؟ تعال هون لاخ الشرموطك، شبك كل شوي بتقول انا من القرداحة، انا ماني من القرداحة حبيب، انا ماني من القرداحة، انا ربة للقرداحة، انا ربة. انا يلي بنيكك وانت ما بتسترجي تفتح تمك بحرف، انا يلي بفسخك 10 وما بتسترجي. لا يا لانا ما اتفقنا نكون كلاس. يا اخي بتطلعوا بتتكحلوها بتقوموا بتعملوا. مو اتفقنا انتم كلاس ونحن مو مستواكم؟ منينها لقيت يا ابن الملتهبه، يا ابن الجاريه. نسيتي ريحه الجله ولا لسه موجود؟ طيب اسالي لي اكبر مني. شو قربات ونور وحشرات وصراصير؟ لك ما عيب عليكي؟ عم تحكي على مكون رئيسك بشار طلع قال هدول مكون اساسي بسوريا ولا تقوم سوريا من دونه الكل، صاروا صلاصي. بعدين انت مو قرداحه، انت ربه للقرداحه. شو استاذ رفعت؟ يعني رفعت هذا الكلام بيسيء لإلكن وللقرداحه وللطائفه الكريمه، معقول تسكت على هيك تجاوزات؟ يعني معقول كلام يعني جميل. بعدين الكلاس المفروض نكون كلاس، هي الكلاس هيك بقى ما بالكم شو يعني. هي الكلاس هيك شو بالمعتقلات شو بيعملوا بالعالم؟ هي الكلاس مش البسطه تبعهم. هي اسمعوا، ما معه ياكل، ما معه يشرب. عرفت؟ تعال هون لاخ الشرموطك، شبك كل شوي بتقول انا من القرداحة، انا ماني من القرداحة حبيب، انا ماني من القرداحة، انا ربة للقرداحة، انا ربة. انا يلي بنيكك وانت ما بتسترجي تفتح تمك بحرف، انا يلي بفسخك 10 وما بتسترجي تفتح تمك معي بحرف، انا يلي هلا مثل ما عم تحكي انت اللي حاكميننا لسوريا، ايه نحن اللي حاكمينكم وما بتسترجوا بتتفلحصوا قدامنا. ليك ولك انا كثير بعرف ناس من ادلب بيخافوا من الجيش السوري، كثير بعرف عالم بتموت رعبه مننا. فهمت؟ انتوا برا ادلب بتسترجوا تطلعوا خطوتين. مين بيسلقاكم؟ المخابرات والامن. انتوا بس بهالمنطقه اللي اسمها ادلب مقوقعين حالكم، طلعوا براتا انتوا بتنقتلوا، بتموتوا فورا. تعالوا لك ابن الشرموطه. نحن اذا بدك تطلع معنا بالسياره ما فيك تطلع بالسياره لانه كلها اسلحه. يعني نحن بنيك اما لأما
يعني نحن بنيكك وبنقتلك وبنكبك بالزباله، واصلا انت بالدوله السوريه غير معترف عليك. انتوا اهالي الثوره السوريه ما معترف عليكم بالدوله، مو بس بالدوله السوريه، لك حتى بالدول العربيه وبالدول الثانيه ما معترف فيكم. انتوا ناس كلاب، حشرات، بيئه، مين بيعترف فيكم غير دخيل ربك شو كلاس انا حبيت. مثلكم؟ غير مثلكم مين بيعترف فيكم؟ انتوا زبالين. انتوا يعني بتطلعوا على التيك توك بتشحدوا بتخيل، بقى ما بتوصلوا لنا. مستحيل، مستحيل توصلوا لنا. نحن كبار وانتوا صغار تحت الارض. انتوا تحت الارض ورح تضلوا تحت الارض. عرفت؟ نحن اسيادكم يا حيوان، نحن اسيادكم، نحن يلي فطسنا لكم هذا الباروت تبعكم، هذا علم الخرقه حطيناه بكساسه لامكم. اوكي؟ ايران وحزب الله وروسيا وسوريا ناكوكن. بتحبي ايران؟ بتحبي حزب الله؟ انت عايشه برا ببيروت عند اختك مدلله؟ ليش ما تروحين عند الاسد؟ شو سيد رفعت؟ شايف عم تثبت كلام برهوم اللي قال الايرانيين لعنوا ابونا وحزب الله بشهاده منكم، واعترفت انه حافظ اسد كان مجرم سفاح يعني يعمل جونوسايد. خلص سوريا ما في. حاضر. سوريا إلنا وبس. امرك. حتى براسك انت وغيرك. حطينا. سوريا لبشار الاسد، طول ما دفع دم فيها وضل فيها هو وطائفته هي لإله. لا استاذ رفعت مو كلام طائفي، هذا لازم نرد عليه. نحن بنقول لكم بلا طائفيه بلا طائفيه، يعني قالتكم هي رب القرداحه والاسد كان يقتل الكراد وانتم صراصير هذا كلام ما بيصير. النعرات الطائفيه ما بيشجع على عوده اللاجئين، ما هيك يا رفعت؟ يعني قلت ابي يستاهل منك منشور كونك انت حيادي تقول هي البنت ما بتمثل القرداحه ولا ابناء الطائفه العلويه، وكلام القذر اللي قالته مردود عليها، ولا اب سرجي تقول والدجاج بيحب خناقه. يعني احنا لا سبينا امهاتكن ولا اعراضكن ولا سبينا المواطنين ولا حكينا بكلام طائفي وعم تطلعوا تسبونا وتجيبوا سيره نسائنا. طيب هي شو حلت عنكم؟ هي مين؟ رفعات. ما تقول ما بتعرفها، بتعرفها كثير كويس. اللي ضل معه من الطوائف الباقيه، اما انتم ما في الكم رجعه لإلها. وادلب حترجع. نعم. خدها من نعم. اسمع يا قواد، اسمع يا نطفة ابن الأنابيب الحرام. موجهكم سمير متيني، حبيتي كل هالقد متضايقين من المنبر تبعنا. هي طاقيتين، طاقية إلك وطاقية إلي. ابعتونا هي البطة لبسوا إياها براسها. موجعك سمير متيني. ما ضل في رجال عم تبعتوا لنا هالموديلات. اسمع يا نطفة ابن الحرام، ما كنتي تتنجري. صار لك قديش قاعدة ببيروت انت واختك ما كنتي تتنجري، لسه لسانك عم يطالع الزبالة. ما حاحكي. اسمعوا رفعات، معقول ما بترد عليك شكلات؟ والله بعرفك انت انسان وطني. اسمع يا قواد، اسمع يا نطفة ابن الأنابيب الحرام. اسمع، جبتلك شي بموتك، شي بيوجعك بالصميم، بموتك. اسمع وشوف كحل عيونك بالجيش العربي السوري. شفته بالجولان ما في ولا واحد، كله هربان. دخيل ربك انا مع هذا الجيش بشني انا بشني. هيك الارض ولا جلتها، انت رح بتموت رح بتموت لحتى انا رد عليك. بس رح احقق لك هالحلم، لانه انتو عندكم عقدة نقص. يعني انتو جواتكم ناقصين، عندكم نقص، بتحسوا انه انتو حشرات تجاهنا. فدايما بتحاولوا تعلوا حالكم فينا، يعني دايما بتحاولوا لو توصلوا لنا، لو هيك لو شوي تحاولوا توصلوا للي نحن فيه، بس انتو ما فيكم. انتو جرادين معفنة بالبلالع،
كتير عليكم. بقى حبيبي بدك توصل يعني بدي اعطيك قيمة معقولة. طلع على شكلي والله ما بشبهكم، طلع فيني منيح ما بشبهكم. يعني انتوا عالم لحالكم، لا بنشبهكم ولا بتشبهونا. صح. شو بدك فينا؟ روح على عند حدا تاني، نحنا بنظرنا رح تضلوا تحت. اوكي، وميرسي كتير على الدعم، ميرسي على الكراد احباب قلبي، الكراد نورتوني، ميرسي على الفولو. ما كان عندي كراد ابدا، هلا صار عندي. ميرسي كتير. ولا تحاول قد ما عليك، ما مستحيل توصل لنعل صباطنا ما بتوصل. تبقى الأسود أسود والكلاب كلاب. نعم. يا كلب يا دون يا ساقط. عملت لك هلا انا قيمه لعند الله، عملت لك قيمه لعند الله. يعني هلا انت لازم هيك تكون صايبتك فرحان اني انا. يلا لك هلا هيدا الفيديو الثاني اللي عملت لك اياه انا. ليش؟ لاني قلت لازم استهينك اكثر، يعني اني انا لازم مسح بكرامتك الارض اكثر. فسمعتك الجيش السوري، صف العسكر رايح يسهر مع العسكر، بتعرفها؟ دايما لما بنسمعها بتدب فينا، مدري ايش بدب فينا. بدنا نروح نقاتل، مو مثلكم تروحوا بتهربوا مثل الجرادين بتهربوا. يلا هلا بتروح بتشوف حالك انت وبتصير بتتمختر قدام العالم. ليكو لانا جعفر ردت علي، عيني الله لانا جعفر ردت علي. لانه هيدي عقدة النقص جواتكم ما حتخلص في حياتها. انا رديت عليك، شفقت عليك، واجعني قلبي عليك. روح عيش بهالنعمة، روح عيش. يلا بس ليه؟ اوعك بقى تعمل لي تاج، اوعك تعمل لي تاج، لانه حذرتك. هلا يعني حاحذرك، لانه انا بصراحة فتحت تمك بس شوي. بدي استفرغ. فتحت تمك لاستفرغ بتمك. يا لا 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 بقرف، ما فيني بقرف. اوكي، هيدا حدك، خلصت. حطي عليه فراولة. طلع بتكوع وبتروح عند ساروتك المقبور، بتروح بتصلي عليه صلاة المقبور والغائب وأبعرف شو، ودور لي إذا في جرادين مسلخة ولا فيران ولا قطط عم تنهش فيه. أوكي يلا انقلع ولاد، يلا جربوع مسلخ. يلا اللي بعده يلا. حبيبتي انا كثير استاذ مستمتع سمير بفيديوهاتك، عن جد من جوات قلبي مرغوب. استاذ سمير رفعت عم رد عليه بهذا الفيديو. أمورة صباح حبيباتي، هلا بالغالية. يلا تأخرت عليكم بالفيديوهات بس كنت كتير مريضة وتعبانة. لحد تعرفوا اني انا مريضة، لحد ما جا امبارحة حدا من رفقاتي وبعت سلامتك يا لي طاهرة. فيديو لحدا اسمه العاهرة. هلا قبل كل شيء انتم ضروري هيدا الفيديو بتعملوا له ضروري اكسبلور. هيدا هلا بدي ما في داعي اكسبلور يا طاهرة، عم بعرض لك اياها على بث مباشر. معقول غالي وطلب رخيص يا روحي. حتى حنزله على الفيسبوك، مع اني انا ما بنزل على الفيس، بس حنزله. ليش؟ هلا رح تعرفوا ليش. يعني ضروري تعملوا له حركة الاكسبلور. في وحدة اسمها سميرة سترينج، سميرة أبو خط، سميرة بكيني، عاملة حالة إعلامية العاهرة، وهي شهادة إعلام ماما طبعا، وأتحداها تحط شهادة الإعلام لأنه هي كانت قوادة بقناة غنوة، كانت تشتغل قوادة على البنات وبالكباريهات. معروف هو سمير بكيني، معروف أكبر قواد بقناة غنوة. كان كراكوز، يعني كراكوز عامل حاله إعلامي. هذا ابن الحرام، هذا ابن الساق. تحظك حلوها لأني بدي نزل على الفيسبوك ما رح سب كتير، بس إن شاء الله حاول أكبت حالي. يعني تعولك ابن الحرام، تعولة بدي لبسك مو تنورة، بدي لبسك سترينج، مايو سترينج،
وبعدك على قناة غنوة وتروح تعمل ستريبتيز هونيك، لأنه هيك بيلبق لك أبو عدسات، حاطط فونديشن، حاطط عدسات وهيك ومسكرة. منك حلو، منك حلو، حشا الله شكلك بقر. اسكتي اسكتي، لا تكذبي. كلمة منك، من الكلمة اللي عم تطلع من تمك، منك حلو منك حلو، مبين عليكي دايبة دوبان. بهديك الغنية يا غالي، قومي اعملي لك فتلة وحاجة كتر حكي. وطفي. نعم. أيلي وين وطفي؟ أفينك تطول بالك؟ بلوي. هذه الحلقة برعاية لانا جعفر. يا لانا تعالي عينيني نكفي، يخرب بيتك يا لانا تعالي عينيني نكفي. درت المي على الساقي، درت المي على الساقي، كسر الظهر الماجر فيه. يخرب بيتك يخرب بيتك يلا مدلول العطية. ايوه 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 يا وديع، انا هضيع يا وديع. علي محمد، ليه في يمينك مسارات ذهبات ابو ابراهيم؟ سائر العلي هذا من جماعتكن. هذه الحلقة برعاية لانا جعفر، اسم من كنك. وعلى حقلي لا شو جاي، لك لشو جاي؟ يمك فوفي محناية. على حقلي لا شو جاي. ايوه يا وديع. ليك بيدها المرايح، ليك بيدها المرايح، الحمرا كيلو عالشك فيه. يخرب بيتي يخرب بيتي. يخرب بيتي يخرب بيتي. حاجتك اليوم. يلا اللي بعده. يا ليل. الله على ابو الزلف، عيني يا مولاي، رمان صدر ذبال، رشوا عليه ميه. الله على ابو زلف، عيني يا مولاي، رمان صدر ذبال، رشوا عليه ميه. الله الله شكرا صبري.